الدرس الثالث من سلسلة تعلم جرافيك ديزاين عن طريق الموبايل. في الدرس الأول عرفنا نشتغل التصميم ده، في الدرس الثاني عرفنا نشتغل التصميم ده، في الدرس الثالث حنشتغل التصميم ده خطوة بخطوة. الناس تطبق معاي، تلقى كل الصور والتطبيقات المستخدمة في قناة التليجرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ البلاد والعباد. الدرس الثالث من سلسلة تعلم جرافيك ديزاين عن طريق الموبايل. في الدرس ده إن شاء الله حنعرف نشتغل التصميم ده خطوة بخطوة عشان الناس تطبق معاي. الحمد والشكر لله إنه القبول بتاع الدورة للناس أكثر من ممتاز. صور والتطبيقات المستخدمة حنلقوها في قناة التليجرام. خلونا نبدأ تصميم ونشوف. بسم الله. أول حاجة عرفنا إنه نقدر نجيب صورة تحت المنتج من الخيار الشريط الأسود تحت، الخيار رقم 3 ده 1 ده 2 ده 3. نعمل استيراد للصورة تحت العطر. صورة العطر. طيب دي الصورة تحت العطر. طيب دي الصورة الأساسية حقت المنتج حقنا زي ما عرفنا. طيب تعال نجيب الصورة الثانية اللي هي حنخد عليها العطر. طيب الصورة الثانية حقتنا. طيب زي ما عرفنا انه الان الصورة دي موجودة فوق، عاوزين نخدها الى الوراء، عاوزين نخد صورة العطر تكون فوق الى الوراء. طيب تعال نوزن دي اول. طيب وخدتنا هنا موقع نسبي، خليها في الوسط صح. تعال اقفلها على اساس انه ما تتحرك معانا. كل الحاجات عرفناها في الدرس الاول في الدرس الثاني. طيب الصورة بتاعت العطر. تعال نجيب صورة الظل، الصورة بتاعت الظل صغيرة شوية أو زينة. طيب صورة الظل دي مفترض تكون بين الصورة حقت المنتج وبين الصورة حقت اللي هي بنخد فيها المنتج، يعني تكون في النص. حنشيل المنتج نخد إلى الأمام. طيب قرب تحت شوية ده الظل. طيب أنا صورة الظل حخليه في النص، ده ما الظل حخليه في النص بين الصورة حقت الفتيل حق العطر وبين اللي هي هنخد عليها العطر. نخد في النص، نوزن الظل عشان نكون واقعي. طيب أقفل الظل عشان ما يتحرك معاي. تعال أقفل معاي العطر كده. الآن التصميم جيل جاهزين، ما حيتحركوا وقفلتهم عشان الشغل براحتهم. طيب تعال للباك جراوند اللي هي الخلفية، دايرينها تكون بنفس اللون بتاع العطر. طيب اختار لون هنا زايد نفس المرة اللي فاتت. اختار هنا، اختار الصورة حقت العطر مثلا، اخلي اللون هنا ده. ايوه طيب اختارنا. طيب تعال نكسر اللون حق الخلفية ده، ناخد حاجة بيضاء عشان تكون شكل إضاءة خلف التصميم. نجي للخيار رقم 3 اللي حاجة اسمها رسم. طيب حنجي حجم القلم خليه كبير، نعومة نخليها كبيرة. حنجي نختار اللون نخليه أبيض، أو خلينا نقول نختار قطر التنعيم خليه لحد النهاية. مثلا خلينا نختار اللون الفاتح اللي هو مثلا ده، أفتح شوية. طيب أوكي تعال كبر دي، كبر عشان تكسير لون التصميم اللي هي للخلف. خليها موقع نسبي في النص. طيب اقفلها عشان ما تتحرك. اهم حاجه انك تقفل بالطاوله عشان تكون شغال مرتاح. الان كده خلصناهم عشان نكون شغالين مرتاح. طيب تعال نكتب اسم المنتج مثلا، نفترض يعني كلها افتراضات اللي هي بريفيو BRFU. طيب اسم المنتج. تعال نختار الخط، خلينا نختار الخط أول. خلينا نختار الخط. نختار الخط ده بس خلونا في الدرس اللي فات. تعال اللون نخليه نفس داري مثلا نخليه نفس درجات اللون. طيب خلي اللون نختاره مثلا عنابي، خلي اللون عنابي، خليها في النص.
تعال نكتب مثلا اسم المؤسسة أو الشركة منذر، سنكون مرسوم الرسم. اختار اللون الأسود، اختار الخط، الخطة مثلا. طيب تعال مثلا نكتب عرض تحت تخفيض، عرض، عرض. نختار الخط مثلا بكرة عريض. طيب خليها كده، خلي لونه الناري. طيب تعال نعمل تخفيض، تخفيض 50%، 50%. خليها باللون الأسود. نجي نختار الخط، خليه خط اسمه بكرة عريض. خليها باللون الأسود. كبر عرض. طيب تعال نعمل عرض نجيبها شوية. طيب حاول نسق شغلك، حاول نسق شغلك بقدر الإمكان. طيب التخفيضة الثانية خلي شفافيتها مثلا 60. طيب خليهم كلهم في نفس الخط مع بعض. تعال أعمل تاني وحدي، أعملها مثلا لي 10 مثلا أو 20. طيب تخفيض 20، خلي دي كده. طيب تخفيض 50%، تخفيض، عامل تخفيض. طيب تعال نكتب، نخد الشعار اللوجو مثلا، اللوجو. طيب افترض انه ده اللوجو. خلي اللوجو يكون اللون نفس اللون الناري. تعال نشتغل السوشيال ميديا. طيب خط السوشيال ميديا موجود في ناس الدروس اللي فاتت بيقولوا ما موجود، اللي هم نزلوا تطبيق من جوجل بلاي. تطبيق من جوجل بلاي ما حتلقى فيه خطوط، ما حتلقى فيه اشكال كتير، حنحتاج لها لقدام. فالناس تنزل التطبيق من جوجل، من قناة التليجرام. هو حيكون فيه خطوط السوشيال ميديا، حيكون فيه ميزات وحاجات كتيرة ما موجودة في النسخة في جوجل بلاي. طيب من الخط بتاع السوشيال ميديا هنجي عاوزين مثلا نفترض انه فيسبوك وانستجرام وتويتر. الفيسبوك اف والانستجرام اي واليوتيوب واي. اي حرف يكون عنده رمز ممكن تبحثهم وتشوفهم. طيب تصغير مثلا 40، بعيدهم شوية تباعد بحيث انه ما يكونوا متصلين مع بعض. طيب تعال اضغط اللون، خليه مثلا عنابي بنفس الشكل. طيب تعال نعمل رقم التلفون، نجي اشكال، صغر الشكل عشان يكون رقم التلفون. غطر خليه 100%. صغر اوزن شكلك. اختار اللون خليه العنابي. طيب تعال اكتب رقم التلفون 900-25-0404. طيب تعال الآن بس التصميم كده جاهز، بس في فراغات نحاول نملاها بنفس الطريقة. نقاط 1 2 3 4 مثلا، خليها 5 نقاط المرة دي. تعال أعمل تدوير
اديها زاوية بتاعت 90 درجة، تلقى حاجة اسمها تدوير، عمل 90 درجة. طيب تعال أوزنها، حرك لحد ما تجي مثلا خليها هنا، أعمل مباعدة، تباعد، أسطر، خليها كده. تعال أعمل نسخ ليه ذاته، خليها مثلا خدتها برضو معاها مع بعض على أساس إن التصميم يكون، حاول خليهم مستقيمات مع بعض. طيب حلو. تعال تاني نعمل نقاط فوق، خليهم 3 فوق، 1 2 3. أنا بكرر الخطوات على أساس إنه الناس تعرف الحاجة دي. تدوير، تخليها 90. طيب خليها فوق عشان يكون الفراغ في اليسار. تعال وديها موقع نسبة، خلاها في الطرف عشان تكون قريبة، وننزلها بالراحة وحدي. طيب الآن عندنا فراغ هنا في النص في الحتة بتاعت تحت المنتج دي، كان نعمل لها 3 نقاط، 1 2 3، أساس إنه التصميم يكون منسق. خليها في النص اللي هي بين هنا. طيب اللون عناد. طيب حتلقى إنه نهاية التصميم أنا شايف إنه الصورة حقت المنتج مرفوعة فوق شوية. تعال خلينا ننزلهم مع بعض. عشان ننزلهم الثلاثة مع بعض حضغط الخيار ده. طيب هنا أضغط الخيار ده تاني، بيجي هنا ضغط الخيار ده. طيب أحدد الثلاثة صور مع بعض، اللي هي الصورة بتاعت العطر، صورة الظل، والصورة الموجودة على العطر. بضغط في الخيار رقم 2، بضغط هنا تقدر حيث إنه أنا أحركهم الثلاثة مع بعض ثم في نفس الطبقة. طيب كده الآن التصميم جاهز. ده الدرس الثالث. الحمد لله قدرنا نخلصه. الناس زي ما قلت بطبق معاي أول بأول، خطوة بخطوة. أي خطوة وقفت لك أرجع للخطوة بالراحة، ما هو في النهاية فيديو موجود، أرجع عليها بالراحة لحد ما تعرفها. ما عرفت الخطوة ما تمشي للخطوة البعدية، ما عرفت الخطوة ما تمشي للخطوة البعدية. أنا بحاول بقدر الإمكان إنه أنا أبعد الناس من الطريق بتاع الملل. يعني في طريق بتاع ملل، فأنا بحاول بقدر الإمكان إنه أنا أبعدك منه، خليك تشتغل وأنت مستمتع بالتصميم بتاعك. حتلقى الصور والتطبيقات موجودة في قناة التليجرام على أساس إنه أنت تطبق معي أول بأول. ممكن ترسل لي تصميمك بعد تخلصه في التعليقات أو في التليجرام عشان أنا أقدر أراجعه أو أوريك السلبيات فيه. وإن شاء الله حيكون في حلقات بتاعت نقد بتاع تصميمات، يعني كل تصميماتكم اللي يقدر يشتغل يرسل تصميمه حلقات على أساس إنه الناس تستفيد من أخطاء بعض. وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا ويوفقكم.